السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده اندومي. دي حله فيها ميه وملح اتغليت على البوتاجاز. هحط فيها بقى المكرونه، قسمتها نصين وسبتها لحد ما استوت نص سلقه كده، يعني يا دوبك تخش على السوا، واروح طفي عليها ومصفياها وغسلاها. هجيب بقى حله احط فيها شويه زيت، والبهارات بتاعتنا هتبقى توم بودره، بصل بودره، بابريكا. انا حطيتهم كلهم، قلبتهم على بعض التلاتة دول، وحطيت منهم معلقه كبيره. انا مبجيبهمش كتير قوي يعني، فبجيب مثلا بالخمسة جنيه بالعشرة جنيه خليهم عندي. حطينا نص معلقه ملح صغيره، مكعب مرقه دجاج، ربع معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كركم، ونص معلقه كاري صغيره. دي البهارات بس بتاعتنا. اسيبهم بس يتشوحوا على النار قد دقيقه كده، او اقل من دقيقه، يا دوبك ريحتهم تشميها كده وانت واقفه، وتروحي حاطه عليهم ميه سخنه، ميه ساقعه، زي ما انت عايزه. تمام. البهارات بتاعتنا توم، بصل بودرة، بابريكا، ملح، فلفل اسمر، مكعب مرقة دجاج، كركم، كاري. كده انا حطيت المية بتاعتي، هسيبها بقى تغلي مع نفسها وارجع لكم تاني. ماشي. المكرونة بتاعتي انا غسلتها وصفتها، وهحطها بقى اول ما المية غليت. هحطها المكرونة يا جماعة، التركية بتاعتنا ان هي لازم تتغسل عشان النشا بتاعها ينزل في المية المغسولة اللي بتتغسل فيها، عشان خاطر لما تعمل مع الاندومي ما تتقلش كده بعد لما تسيبيها شوية. فانتي لما تغسليها ده الاحسن يعني. وبعد كده اما المية غليت، رحت حطيت المكرونة. هسيبها بقى هدوق الملح بتاعها الاول، دلعة او حدقة يعني، ازود مية. هظبطها في الملح بتاعها يعني. وبعد كده ايه، عايزين تزودوا المية بتاعتها يعني، تخلوها مغطياها، تخلوها اقل منها بشوية، زي ما انتوا عايزين. انا بحبش فيها الشوربة كتير يعني. وطبعا ما تزودوش بهارات كتير قوي للدرجة، عشان خاطر ما تبقاش كلها بهارات ويبقى طعمها بهارات بس يعني، عشان تحسوا بطعم المكرونة. انا هسيبها بقى على البوتاجاز قد 5 دقايق كده، يا دوبك تغلي، واطفي عليها واغرفها بقى. تمام. ما بنسيبهاش كتير تستوي يعني، ما تخليهاش مهرية قوي في السوا، هي كده تبقى مفلفلة احسن. الاندومي يا جماعه يعني نعمله في البيت احسن والله. يا جماعه انا كان ولادي بيشتروه من بره، فانا اما شفت الطريقه دهيت وجربتها عجبتهم جدا، وبقيت اعتمدها على طول يعني. احسن يعني نقلل الضرر حتى على الاقل. هما كده كده بيشتروا يعني، ما بيستنونيش ان انا اقول لهم اه ولا لا. بس يعني هما لما بيحتاجوها بعملها لهم في البيت احسن. انا سبتها بعد البوتاجاز تغلي قد 5 دقايق كده مع نفسها، عشان حتى البهارات بتاعت اللي احنا حطيناها في المية تتشرب يعني، المكرونة تشرب منها شوية ويبقى طعمها حلو يعني. عايزين تحطوا شطة كمان حطوا. تمام. خلاص هي كده كانت اتغليت، وانا بقى هغرفها لكم في طبق واوريها لكم. هي كده خلاص يا جماعة، انا غرفتها مفلفلة ومستوية، وطعمها بالبهارات جميل. قلت ما تزودوش بهارات كتير، والصوص بتاعها تحت، ولو عايزين تشربوا منها شوربة. كان معاكم سارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.